في البداية، لا تنسى الصلاة علي النبي محمد، والضغط علي زر لايك والاشتراك في القناة ونبدأ. في عالم مليء بالبوابات التي تربط بين عالم البشر وعوالم مليئة بالوحوش الخطيرة، أصبحت هذه البوابات تشكل تهديدا حقيقيا للبشرية. منذ ظهورها، قام نظام غامض بتوزيع قوى خارقة على مجموعة من البشر ليصبحوا الصيادين الذين يتعاملون مع الوحوش داخل هذه البوابات. تختلف قوة الصيادين حسب فئاتهم، تبدأ من الدرجة F أضعف الصيادين، وصولاً إلى الدرجة S أقوى صياد في العالم. يعتمد تصنيف الصيادين على قدرتهم على مواجهة الوحوش داخل البوابات وعلى نجاحهم في إتمام المهام الموكلة إليهم. جين سونغ هو بطل القصة، وكان يعتبر من الدرجة E التي تعد أضعف درجات الصيادين. لكن حياته كانت مليئة بالتحديات، فهو نشأ في منطقة فقيرة حيث كان يعاني من الفقر المدقع، وكان لا يمتلك أي أمل في أن يصبح قويا. كان دائما يرى الصيادين الأقوياء وهم يستعرضون قوتهم أمام الناس، وكان يشعر بالعجز التام أمامهم. لم يكن لديه الكثير من الأصدقاء، وكان يعاني من التمييز المستمر، سواء من خلال الاستهزاء به أو حتى من خلال رفض بعض المهام بسبب ضعف قوته. على الرغم من كل ذلك، كان لا يزال يحمل أملا ضئيلا في أن يتغير مصيره، وكان يعتقد أن هناك فرصة ما في المستقبل ستساعده على تجاوز هذه الصعوبات. في أحد الأيام، تم اختيار جين سونغ للذهاب في مهمة مع مجموعة من الصيادين إلى بوابة من الدرجة B، وهي بوابة متوسطة الخطورة. كانت هذه المهمة تبدو عادية في البداية، حيث أن الفريق كان يضم صيادين أقوياء من درجات أعلى، وكانوا واثقين من نجاح المهمة بسهولة. ومع ذلك، جين سونغ شعر بشيء من القلق، لكنه حاول إخفاء مشاعره ليبدو شجاعا أمام باقي الفريق. عند دخولهم إلى البوابة، اكتشفوا أن الوحوش داخل هذه البوابة كانت أكثر خطورة وذكاء من أي شيء كانوا قد شاهدوها من قبل. في البداية، اعتقد الفريق أن الأمر لا يزال بسيطا، لكنهم بدأوا يواجهون وحوشا أقوى من أي وحش قد قابلوه من قبل، وكانت هذه الوحوش تعمل بتكتيك عالي ومنسقة في هجماتها. بينما كان أعضاء الفريق يستنزفون شيئا فشيئا، بدأ جين سونغ يشعر بعجزه التام. حاول القتال بكل ما لديه من قوة، لكنه كان غير قادر على تقديم أي شيء يذكر أمام الوحوش القوية. وفي لحظة حاسمة، بدأ أعضاء الفريق يسقطون واحدا تلو الآخر بسبب الهجمات الوحشية. كان جين سونغ هو الشخص الوحيد الذي ظل يقاوم ويحاول الدفاع عن نفسه، لكن مع انهيار الفريق واستنزاف قواهم، بدأ الوضع يصبح أكثر مأساوية. وفي تلك اللحظة الحرجة، شعر جين سونغ بحالة من اليأس التام، وكاد يعتقد أن نهايته قد اقتربت. وكان يتوقع أن يتم قضاؤه مثل باقي أعضاء الفريق. ثم ظهرت بوابة غامضة أمامه بشكل غير متوقع. ظهر له نظام غريب، يعرض عليه فرصة للبقاء على قيد الحياة في مقابل إتمام مهام محددة في هذا العالم الجديد. كانت المهام بسيطة في البداية، مثل قتل وحش صغير أو إجراء تدريب بدني، ولكن مع مرور الوقت، أصبحت المهام أكثر تعقيدا وصعوبة. وكان النظام يعده بالحصول على نقاط من خلال إتمام المهام، والتي ستتيح له ترقية قوته بشكل تدريجي. في البداية كان جين سونغ في حالة صدمة من هذا العرض، لكن في النهاية، اختار أن يقبل العرض، ويخوض رحلة جديدة في عالم مفعم بالتحديات. بدأت قوة جين سونغ تتطور بشكل مفاجئ. كانت مهامه الأولية بسيطة، مثل القتال ضد الوحوش الضعيفة أو الركض لمسافات طويلة، لكن بمرور الوقت بدأ يلاحظ تطورا ملحوظا في مهاراته. أصبح لديه قدرة على التحرك بسرعة خارقة، وبدأ يكتسب مهارات قتالية فريدة، مثل القدرة على صد الهجمات بسرعة ودقة أكبر.
اكتشف أنه كان يستطيع الآن استخدام الأسلحة بشكل أكثر كفاءة، وأصبح قادرا على مواجهة الوحوش القوية بطريقة لم يكن يستطيعها من قبل. ومع تقدم الوقت، بدأ جين سونغ يشعر بوجود قوى خفية تتحكم في هذا النظام الغامض. كان يتساءل إذا كان النظام ليس فقط مجرد أداة لتحسين قوته، بل أداة تسعى لشيء أكبر. وبدأ يتساءل إذا كانت الفرص التي يمنحها النظام قد تأتي بتكلفة أكبر، خاصة مع زيادة المهام الصعبة التي كان يطلب منه إتمامها. في أحد الأيام، اكتشف أن هناك قوى خفية وراء النظام الذي يساعده في تطوير قوته. كانت المهام التي يقوم بها لا تقتصر فقط على القتال مع الوحوش، بل بدأت تشمل أيضا البحث عن مكونات سحرية قد تغير مجرى اللعبة. لكن مع تطور مهاراته، بدأ يكتشف أن العالم الذي دخل فيه يحتوي على أسرار مظلمة، وأصبح يشك في أن النظام الذي يمنحه هذه المهام قد يكون مرتبطا بقوة أكبر من مجرد مساعدته في النجاة. بدأت تظهر له مؤامرات خفية داخل النظام، حيث بدأت المهام تزداد تعقيدا وغموضا. ومع مرور الوقت، بدأ يشعر أن النظام ربما يكون قد خطط له لسبب معين، وأنه قد يكون جزءا من خطة أكبر بكثير. لم يعد يريد أن يكون مجرد أداة في يد النظام، بل بدأ يطمح إلى أن يكون هو الذي يتحكم في مصيره. بدأ يواجه تحديات أكبر، مثل مواجهة وحوش الأساطير، وكشف أسرار العالم الجديد، وحل الألغاز التي كانت تقف أمامه. وبينما تطورت قدراته بشكل ملحوظ، بدأ يلاحظ أن هناك شيئا غريبا يحدث في هذا العالم. بدأت تظهر له شخصيات غامضة، بعضهم كان يحاول مساعدته، وآخرون كانوا يخططون ضده. كان جين سونغ يشعر أن ما كان يبدو وكأنه فرصة لتغيير حياته، ربما يكون مجرد مصيدة في عالم مليء بالمؤامرات والخدع. ومع تطور الأحداث، كان عليه أن يواجه تحديات أكبر في حياته، ويكتشف أكثر عن التهديدات التي تلوح في الأفق. بعد الحادث المفاجئ في البوابة، حيث كانت هناك وحوش هائلة تهاجم البشر وتدمرهم، وجد جين سونغ نفسه في عالم غريب لا يعرفه ولا يملك أي فكرة عن كيفية النجاة فيه. في تلك اللحظات العصيبة، كان يشعر بأن العالم قد انتهى بالنسبة له. معظم أعضاء الفريق الذين كانوا برفقته في تلك المهمة قد لقوا حتفهم، وكان هو الناجي الوحيد. جسده كان مغطى بالجروح العميقة والدماء تتناثر منه، وفي قلبه كان هناك شعور بالذنب لا يطاق بسبب فشله في حماية زملائه. بينما كان يواجه آلامه النفسية والجسدية، ظهر له النظام الغامض على شاشة ضخمة في الهواء، الذي عرضه عليه فرصة جديدة للبقاء على قيد الحياة في هذا العالم المجهول. كان أمامه خيارين، إما أن يقبل التحدي المجهول، أو يرفضه وينتظر الموت. كانت الكلمات على الشاشة صارمة وواضحة: هل تقبل التحدي؟ من دون أي تفكير طويل، قرر جين سونغ أن يقبل التحدي رغم الخوف الذي سيطر عليه. الفكرة الوحيدة التي كانت تجول في ذهنه هي النجاة ولو على حساب مجهول. عندما وافق على قبول التحدي، ظهر له النظام يشرح له المهام القادمة وكيف سيتغير مصيره بناء على قراراته. المهام الأولى التي كانت توكل إليه كانت بسيطة، لكنها على الرغم من ذلك كانت تحمل في طياتها دروسا كبيرة له. كان أول اختبار له هو قتال وحش صغير يشبه الأرنب، لكن الوحش كان يمتلك قدرة اختفاء خارقة، وكان يصعب على جين سونغ أن يلاحظه. في البداية، شعر بالإحباط. كان يهاجم الوحش ويشعر أنه لا يصيب الهدف أبدا. ولكن بعد العديد من المحاولات، بدأ يلاحظ أن الوحش يتنقل في الظلال بشكل غريب. عندها قرر جين سونغ أن يستغل محيطه ويستخدم التفكير الاستراتيجي بدلاً من القوة البدنية.
اعتمد على البيئة المحيطة به ووجد أنه يمكنه تدمير الصخور القريبة وتوجيه الوحش إلى مكان ضيق يعيقه فيه. بعد معركة طويلة مليئة بالمناورة، استطاع أخيرا الإمساك بالوحش والقضاء عليه. كان ذلك بمثابة اختبار للذكاء والقدرة على الصمود، لا القوة فقط. النجاح في هذه المهمة كان هو نقطة البداية الحقيقية في تعلم جين سونغ كيفية التكيف مع عالمه الجديد. بعد النجاح في المهمة الأولى، بدأ النظام بتقديم مهام أكثر صعوبة. المهمة التالية كانت قتال وحش ضخم من الدرجة سي كان يشبه التنين، ويمتلك أجنحة ضخمة وقدرة على إطلاق نيران مدمرة. عند مواجهته لهذا الوحش، كان جين سونغ في بداية المعركة يتراجع في خوف، حيث كان الوحش أقوى بكثير مما توقع. هجم الوحش عليه بقوة، فدفع إلى الأرض وأصيب بجروح خطيرة، وشعر وكأن الموت بات قريبا. ومع ذلك، في تلك اللحظة، فكر في الخيارات التي أمامه، إما الاستسلام أو القتال حتى النهاية. حاول جين سونغ أن يتذكر ما تعلمه من النظام في المهام السابقة. تذكر أن القوة البدنية وحدها ليست كافية. قرر أن يتصرف بشكل ذكي. في البداية تجنب الهجمات الشرسة للوحش وركز على تجنب النيران المتطايرة. ثم بدأ بتحديد نقاط ضعف الوحش، حيث اكتشف أن الوحش كان يبطئ من سرعته بعد كل هجوم ناري. قرر مناورة الوحش واستخدم البيئة المحيطة به لصالحه، مثل اختيار زاوية الهجوم المثالية. في النهاية، استطاع القضاء عليه بفضل ذكائه وصبره. بعد الانتصار، حصل جين سونغ على مكافآت كبيرة من النظام. كانت نقاط الخبرة التي حصل عليها تساهم في تعزيز قوته الجسدية، بالإضافة إلى مكافآت سحرية مثل القدرة على استخدام تقنيات النيران الخاصة به. كان الشعور بالفخر يملأ قلبه، لكنه كان يدرك أن الطريق لا يزال طويلا وأن التحديات القادمة ستكون أصعب بكثير. مع كل مرحلة جديدة، بدأ النظام في تقديم له مكافآت أعظم وأصبحت المهام أكثر تعقيدا. لكن جين سونغ بدأ يلاحظ أن القوة لا تأتي فقط من القتال، بل من التخطيط والتعاون. ففي إحدى المهمات الأكثر تحديا، كان عليه أن يتعاون مع مجموعة من الناجين. كان هناك أشخاص آخرون يقاتلون معه، وكان عليه أن يثق بهم ويعمل معهم لتنسيق الهجمات. في البداية، كان يتردد في التعاون مع الآخرين، لأنه كان يشعر أنه سيكون عبئا عليهم، لكن بمرور الوقت، تعلم كيف يستخدم مهارات الفريق لتحقيق النجاح. عندما عملوا معا، كانت المكافآت أكثر قيمة، وكانت المجموعات الناجحة تحصل على نقاط إضافية وأسلحة سحرية. أصبحت التعاون أحد مفاتيح نجاحه. ومع مرور الوقت، أصبح جين سونغ أكثر قدرة